ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اعلان واغنيه حسين الجسمي الجديده من شركه اورنج، واغنيه باب رزق لسه نازله كده حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه واعلان باب رزق من اعلان اورنج حسين الجسمي. الاغنيه من كلمات امير طعيمه ومن الحان وتوزيع علي فتح الله. الاغنيه بتتكلم عن ان انت تطور وان انت تسعى وان انت دايما تدور على حلمك وما تسيبوش، سواء ما كان في شغل او ايا كان ربنا كرمك بحاجه ان انت ما تسيبهاش، ودايما ربنا بيبعت لك رزقك حتى لو انت في المكان ده. هو ربنا بيبقى وراك وبيبقى دايما معاك في كل خطوه انت بتكون فيها. ممكن تكون انت في حته ممكن تكون شايف ان ده مش رزق او ده مش خير ليك، بس في الاخر بتكتشف ان ده فعلا الخير ليك اللي ربنا بعته لك. فكره الاعلان حلوه جدا، هي ترويج لشركه اورنج. الفكره عجبتني قوي. الاغنيه برضو كانت مواكبه جدا الاعلان. امير طعيم يا جماعه برضو بيعمل شويه كلمات خرافيه جدا، ممكن تليق مع اعلانات وممكن فعلا ساعات تخيب ظني، بس اكتريه الاوقات الحاجه كانت بتعجبني من امير طعيم اكتر. الكلمات كانت معموله بشكل كويس جدا. امير طعيم دايما عنده نظره، هو راجل موهوب مش مجرد شاعر غنائي وخلاص، يعمل الشغل بطريقه كده رايقه، طريقه احترافيه. انا شايف كده. بالنسبه للالحان علي فتح الله وتوزيع علي فتح الله. علي فتح الله هو موزع اصلا، فعلي فتح الله انا شايف ان هو ما يلحنش تاني، ما يعملش الحان تاني. الالحان انا شايف ان هي ما كانتش احسن حاجه في الاغنيه، الالحان ما كانتش قويه، لكن التوزيع هو اللي كان جامد جدا من علي فتح الله. انا مش عارف ليه الناس بتروح في حتت مش بتاعتها. انا ممكن اروح ماشي حته مش بتاعتي بس ابقى دارسها، ابقى عارفها بشكل كبير، وفي نفس الوقت ممكن ان انا اغير فيها، اعدل فيها، ان انا ممكن اعمل فيها حاجه، لكن مش ان انا يتكتب في الاخر او ان انا غيرت او مثلا لحنت وانا اصلا مش ملحن. ده مش حلو، انا بشوف ان ده مش حاجه ايجابيه يعني قوي. لكن التوزيع ولا كان كويس جدا، اللحن ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي، ممكن يطلع احسن من كده. انا شايف ان الاعلان فكرته حلوه جدا. انا حاولت بقدر الامكان ان انا اتكلم معاكم بشكل مختصر واقول لكم الاعلان بشكل مختصر مفيد، ان انا ما اقعدش اطول عليكم كتير. اعمل لكم تقريبا حلقات كتير جدا، لكل اعلان انا عامل له حلقه مخصصه لوحده، مش زي السنه اللي فاتت في رمضان عملت حلقه واحده لميت فيها كل الاعلانات اللي انا حطيتها. انا ما حبيتش كده، انا حبيت ان انا اعمل لكل فيديو اعلان لوحده عشان اخد راحتي واقدر ان انا اتكلم معاكم فيه، وفي نفس الوقت يكون بشكل مختصر. فالاعلان بشكل عام هو فكرته كانت حلوه. انا شايف ان هو كان فكره جديده جدا وكان حلو جدا في رمضان. ممكن يكون زي ما قلت لكم الحاجه ممكن انت شايفها مش خير، بس هي في الاخر فعلا ممكن تبقى خير ليك، وربنا بيكرم كل واحد حتى لو في اي مكان ربنا برضه بيبقى معاه. وبرضه اهم حاجه السعي، ان انت تسعى وان انت تدور وان انت تشوف وان انت تحاول، مش مجرد ان انت قاعد في مكانك وتقول انا ربنا مش كارمني ليه، او انا مش واصل لايه، او انا مش عارف اوصل لحلمي او للحاجه اللي انا عايز اوصل لها وانت في مكانك. ده مش صح، وده من الحاجات اللي ممكن تبقى سيئه جدا. الاغنيه يا جماعه بشكل عام كانت عجباني فيها اكتر حاجه الكلمات والتوزيع، واللحن كان يعني مش احسن حاجه. وده اللي كان عندي النهارده. قولوا لكم في الكومنتات تحت، قولوا الاغنيه كانت عجباكم ولا ما كانتش قد كده. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد بتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان تكونوا محتوى قدامه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحاب قناه. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله خير فيديو جديد. شكرا.